انا مسوق بقوم بانشطه تسويقيه وعندي اودينس، بعمل اتراكشن للاودينس دول وبشدهم ليا عشان ادخلهم داخل البالونه. هم بيمروا داخل البالونه دي بمراحل كتير لغايه ما يوصلوا لنهايه القمع، فياخدوا ديسيشن ان هو يشتري منها. من الحاجات المهمه جدا جدا لازم نتكلم عليها هو الكونتنت اللي انت بتستخدمه في كل مرحله من مراحل الباير جيرني. اول مرحله هي الاويرنس دي احنا بنستخدم فيها كل ما هو يندرج تحت الاويرنس كونتنت، زي الاديوكيشنال كونتنت. بعمل مثلا عندي على الويب سايت اي بوك، جايد بوك، كل ما هو بديله حاجه فور فري ممكن تكون فاليبل، انترتيننج، كل ما يندرج تحت ده فهو اويرنس. والنوع ده من كونتنت بيتسمى توب اوف فانل كونتنت. زي ما شرحت لكم كده، هو بيكون الكونتنت بتاع اول مرحله فوق توب اوف فانل. المرحله الثانيه هي الكونسيدريشن. انواع الكونتنت اللي احنا بنستخدمه في الكونسيدريشن هو زي التستيمونيالز، الريفيوز، بيفور اند افتر، كل ما يندرج تحت الحته دي هو يعتبر كونسيدريشن. ثالث مرحله اللي هي البوتوم اوف فانل، ودي اخر مرحله خالص، ودي بتكون في مرحله ديسيشن. من امثله المحتوى في المرحله دي هو التارجت اوفر. فانا بكريت تارجت اوفر ليميتد تايم، بكريت ما يسمى بالفومو، هو فير اوف ميسنج اوت، بخلي الناس تاخد ديسيشن ايميديت على طول عشان يشتروا الحاجه دلوقتي.